لو بتدور على شريك حياة لازم تلاحظ العلامات الحمراء اللي بتظهر في بداية العلاقة، اللي هي ريد فلاجز. أول ما تشوفها اجري يا مجدي. مش لازم دايما تكون واضحة، بس بتلاقيها في تصرفات بسيطة. تعال أقولك بقى زي ايه. أول حاجة إنه دايما بيتكلم بسلبية عن ناس تانية. لو بدأ يتكلم عن ناس تانية بشكل سيء أو يحكي عن قصص انتقام، خد بالك، ده ممكن يكون مؤشر لشخصية سامة ومؤذية كمان. تاني حاجة، دايما بيقلل منك، بيقلل من أفكارك، من طموحاتك، من أهلك، ودايما يقولك إن أنت أفكارك عبيطة وإن أنت مش ناضجة. ساعتها بقى اجري يا مجدي. رقم 3 بقى، إنه ما بيسمعكيش خالص. تلاقيه دايما بيقاطعك، مش بيركز وأنت بتتكلمي. هتلاقيه دايما بيأذيكي في العلاقة ومش بيراعي مشاعرك. رقم 4 بقى، شخص دايما شايف نفسه صح، مش محتاج حد يعلمه ولا يعرفه اي حاجه خالص. يعني تقول له تعالى نروح لابونا، لمولانا، لدكتور، يقول لك انا فاهم كل حاجه، انا عارف كل حاجه. اعرف ان الشخص ده فاضي من جوه. رقم 5 بقى، ودي خطيره جدا، غياب التعاطف او عدم الاهتمام بمشاعرك. يعني كيرلس كده، يعني لو تجاهل مشاعرك بقى وقلل منها، خدي بالك، لان دي ريد فلاج كبيره. ما تستعجلش انك تدي فرصه لاي حد. العلامات الحمراء بتظهر في البدايه لو انت ركزت. خليك واعي وخد بالك، وقول لي بقى كم مره ما خدتش بالك من العلامات الحمراء دي.